في ناس بنقابلها في حياتنا متقلبة المزاج، الحقيقة ده بيبقى حكم مسبق على تصرفاتهم، لأننا أوقات كتير بنلاقيهم في قمة النشاط، أوقات تلاقيهم مش قادرين يقوموا من على السرير، قادرين مرة يهدوا جبال، أوقات كتير مش قادرين يحطوا رجلهم على الأرض. واللي يطلق عليه إنه شخصية مدللة، واللي يقول عليه ده شخص مزاجه بيحكمه، حاجات كتير من هذا القبيل. بس الحقيقة إن في مرض اسمه اضطراب ثنائي القطب، والحقيقة برضو إنه لو متعالجش ممكن يدمر صاحبه. وتعالوا نشرح الكلام ده بالتفصيل. بس قبل ما أبدأ، أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. أتمنى لو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وتعالى نكمل كلام في الموضوع المهم ده. الحقيقة إن اضطراب ثنائي القطب مش مجرد تقلب في المزاج، الحقيقة إنه ده مرض نفسي خطير بيخلي صاحبه يتأرجح ما بين حالتين مزاجيتين متطرفتين، مرة نوبة اكتئاب مبالغ فيه أو مرة نوبة هوس برضه مبالغ فيها. والخطورة هنا مش في التقلب نفسه، لأن إحنا كأشخاص عاديين كلنا ممكن نتعرض لتقلب المزاج أوقات، لكن الخطورة الحقيقية إن المريض في كل مرة بيبقى نسخة مختلفة تماما من نفسه. نوبات الاكتئاب المتعارف عليها شخص فاقد الشغف، شخص حاسس بتقل رهيب، شخص مش قادر يقوم من نومه، أو حتى شايف نفسه بلا قيمة، وده الجزء اللي الناس ممكن تتعاطف معاه شوية. أما نوبة الهوس المسكوت عنها، ودي الحاجة اللي ناس كتير ما تعرفهاش، نوبة الهوس أو السعادة المبالغ فيها اللي بتيجي للمريض لا سعادة حقيقية ولا ثقة بالنفس. نوبة الهوس دي ممكن تبقى نشاط زيادة بشكل مخيف، قلة نوم من غير حتى ما يحس بالتعب، كلام سريع، أفكار متلاحقة، قرارات متهورة، فلوس، علاقات، شغل، وعود حتى غير واقعية، أو حتى أوقات الشخص يحس إنه أقوى وأهم ومش محتاج أصلا حد في حياته، فيبتدي يخسر علاقات. والمشكلة إن الجزء ده من النوبات أوقات كتير الناس بتتخيله تحسن، وإن المريض ابتدى يفوق لنفسه وبقى كويس. علميا اضطراب ثنائي القطب مرتبط بخلل في كيمياء المخ، يعني مش مجرد تقلب مزاج عادي. في نوبات الهوس الدوبامين بيعلى بشكل مفاجئ وغير عادي، وده بيسبب في اندفاع وثقة زايدة وأوقات كتير تهور. أما في نوبات الاكتئاب بيهبط بشكل حاد جدا، وده بيعمل إحباط وفراغ وأفكار سوداوية كتير جدا. يعني تقلب المزاج عند مريض اضطراب ثنائي القطب مفهوش أي إرادة، ولا هو مجرد ضعف شخصية، ده خلل حقيقي في كيمياء المخ. طيب بيجي منين أصلا المرض ده؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. غالبا ملوش سبب واحد، ممكن يبقى خليط من عدة أسباب. أول حاجة بيجي منها العامل الوراثي، أوقات كتير جدا لما يكون في تاريخ مرضي في العيلة بتحمل المرض ده ممكن ينتقل بالوراثة للمريض. تاني حاجة الضغوط النفسية الشديدة، الصدمة أو الفقد أو الضغط المزمن ممكن تتسبب في مرض اضطراب ثنائي القطب. تعاطي المواد المخدرة أو المنبهات بشكل كبير جدا ممكن تستفز نوبات الهوس اللي بتيجي للمريض. أما النقطة الخطيرة والمهملة جدا والعياذ بالله ممكن أي حد يتعرض بسببها للمرض ده، قلة النوم لفترات كبيرة جدا، دي نقطة خطيرة جدا وناس كتير جدا تغفل عنها. طيب إيه خطورة المرض ده لو ما اتعالجش؟ الحقيقة إن خطورته الحقيقية في إن النوبات المتنافرة اللي بتيجي فيه ممكن تعمل قطع للعلاقات بسبب قرارات اندفاعية أو خسائر مادية ضخمة أو حتى مشاكل قانونية أو إدمان. نوبات اكتئاب ممكن تطول مع المريض جدا، وممكن والعياذ بالله تتسبب في أفكار انتحارية. الخطير بقى إن الشخص في نوبات الهوس بيبقى شايف نفسه اتحسن وشايف نفسه مش محتاج أصلا إنه يتعالج، لأنه حاسس إنه تمام. والعلاج هنا ضروري جدا مش رفاهية، سواء أدوية بتظبط كمية المخ أو علاج نفسي داعم تخلي المريض يفهم النوبات اللي بيمر بيها ويعرف يتعامل معاها إزاي. والمهم بقى قوي إن يبقى فيه نظام حياة ثابت، سواء في النوم أو في الأكل أو البعد عموما عن التوتر. معلومة مهمة بقى قوي إن الالتزام بالعلاج ده معناه إن الشخص بقى واعي. مريض اضطراب ثنائي القطب لا مجنون ولا بيتدلع ولا شخصية صعبة، ده مريض محتاج دعم وعلاج وفهم. لو انت شايف حد قريب منك بيتأرجح ما بين المزاجين المختلفين دول، حاول تدعمه وحاول تلفت نظره، ده مرض محتاج علاج. اوعى تستهين، اوعى تتفرج، اوعى تسيب المريض يسوق حياته، وفي الاخر وعيك ممكن ينقذ حياة انسان. لو وصلت للجزء ده معانا من الحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. انا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. سلام عليكم.